عليك. نحن في عنا دور شوي صعب ومرتب، وهذا يمكن يكون يفيدك. ليك يا يزن حبيبي، نحن في عنا بصراحة في عنا عنصر مفيش وما عم نقدر نلاقيه، ونحن دورنا بسجلات النفوس ولقينا انه هند اكثر واحد مطابق بالشخصيه، كثير بتشبهه ما شاء الله عليك، بس لازم تحلق شعراتك. فبدنا اياك تمثل دور، لانه اللواء جاي تفتيش على القطعه، فبدنا اياك تكون موجود وتلبس البدله وبس تمثل دوره. في مجال ولا لا؟ اسمه حيدر، هو بدك تمثل وتكون بداله. عمور يعني لا انت انا يعني طبعا بمثل الدور، بس انت بدك تعطيني معطيات الشخصيه كلياتها. يعني لا انت قلت لي انه شو يعني مفيش عمو؟ يعني شو يعني مفيش؟ يعني هلا كيف يعني ما بتعرف شو يعني مفيش؟ بعدين شوي عمو يا حبيبي، انت بتحب التمثيل ولا ما بتحب التمثيل؟ بعدين هي اسمها خدمه للوطن يا عمي، هي خدمه للوطن، هي انسان وتمثيل، هي خدمه مشان ما حدا يصير له مشكله يعني. ولا انت ما بدك تخدم الوطن يا يزن؟ كيف ما بدي اخدم الوطن؟ الله يرضى عليك. فورا يعني عمو، شو ما بدك انا جاهز قلت لك، بس انه شو الشخصيه اللي بدي اعملها؟ يعني انت قلت لي مفيش، يعني شو يعني مفيش؟ مفيش يعني انه مو موجود بالقطعه هلا، يعني هو رايح اجازي، فبده يجي اللواء وبده يدخل، وبدنا اياك تكون موجود انت بس تمثل دوره، يعني تلبس البدله وبس يشوفك، يعني ما حتعمل شيء تاني. انت لابس يعني بدله من قبل ولا مالك لابس؟ بغير محل؟ كيف؟ جاهز عمو، بس هو عنده دير، يعني هو عنده دور ثاني بغير محل. مين هو؟ لك هو بدي اساوي انا يعني اللي اعتذر عن الدور، لك بدي اساوي انا مو اعتذر عن الدور لك يا ابني، هو ما اعتذر عن الدور، هو هربان يا ابني، هذا العنصر وبدنا اياك تقعد بداله. تمام؟ هو هربان، مو معتذر عن الدور. نحن منا شركة انتاج لك يا ابني، نحن دولة. الله يرضى عليك، وما في مجال للخطا يعني بالتصوير. عندك هنيك مثلا بيغلط واحد ممثل بالمشهد بيعيد المشهد، بس هون ما في مجال للخطا، الخطا مصيبه يعني تنسجن. الله يرضى عليك، فبدك تركز معي. شو انسجن عمو هلا؟ انت بدك تحقق لي حلمي، ولا بدك يعني عم تقول بدك تحطني محل عسكري هربان وبدك يعني اهرب محله وسجن؟ عمو وين مفوتني هي الفوته انت؟ يزن حبيبي، يزن حبيبي، شو هي عمو؟ شو هي عمو يا يزن؟ شو هي عمو؟ طب يا استاذ، شو استاذ معك؟ خلص اسف. شو اقول لك؟ طيب معك المقدم بتكلي سيدي شو يا عمو استاذ؟ هذا الناخس والله، دقيقة لشوف، خليك معي. شرط الوطن ولا غيره. الو علي. حبيبي، وصل هذا على الفرع؟ ايه ما تتقلوا عليه، كفين وبيمشي الحال، بيعترف. اذا ما اعترف بكفين ما في مشكله، انا بحتمه. يلا حبيبي، يلا مع السلامه. يا يزن حبيبي، عم تسمعني؟ لا يا روحي، ما بنقتل حدا، بس الله يرضى عليك يعني بدك لك يا حبيبي، ما حتاكل كفين يا روحي، ما حتاكل. مش مو هنت يزن، اسمعني لما بحكي. الله يرضى عليك، الدور هو خدمة للوطن لك يا ابني، انسى انه هو تمثيل، هو خدمة للوطن. هذا العنصر هربان وبدنا اياك تقعد مكانه، لانه هنت اكثر واحد يشبهه، فبدنا نجيبك ونحطك وتقعد معزز مكرم، تلبس هالبدله وتقعد لما يجي اللواء يشوفك موجود، ما يقول انه في عنصر ناقص، وبدنا نحملك بارودي ويعني وتلبس بدلة عسكري يعني، ولا ليكون عندك مشكلة فيها يا زين؟ لا انت احنا وصلنا وقرينا بسجلاتك انك انت وحيد لاهلك، منك خادم جيش. مزبوط. مزبوط. طيب معلش، هي بتكسبها منا تتعرف كيف بيخدموا بالجيش، شو بيعملوا شو بيساووا، ومنا يعني تخدم الوطن لك يا ابني. واذا ادائك عجبنا بنخليك عنا لحتى تخدم الوطن، ولا عندك مشكله فيها يا يزن؟ بالعكس انا روحي كده الوطن حبيبي يا يزن، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ليك خليك معي بس دقيقه، خليك معي. الو يا علي. شوف لي الخياط، او لا ما في داعي للخياط. قديش مقاسك يا يزن؟ ما
مقاسي عمو خصري 42 وكتافي 54. خسرت 42 وقديش ارتفعت؟ 54. 54. شفنا بالله شي بدلي ايه من بدلات المستعملة. تمام. وقديش نمرة رجلك يا يزن؟ 42. 42. 42 كثير صغير لك يا ابني. العنصر هذا كانت نمرة رجله 45. يلا فلقتين من كبر لك اياهم. عم امزح عم امزح يا يزن عم امزح ما تصدق. ايه حبيبي شوف له نمرة رجله 42. تمام. يلا هلا ابعت له دورية خليه يجي لعنا مشان نتفق معه. هو بكره لازم يكون موجود عنا. بكره اللواء جاي. يلا حبيبي يلا مع السلامة مع السلامة. يا يزن حبيبي يا يزن نحن اللواء بكره جاي ان شاء الله بده يعمل تفتيش بالقطعة فبدنا اياك هلا رح ابعث لك دورية حابعث لك سامر واحمد بس يوصلوا كلهم انه انت عندك اداء تمثيل مشان ما يفكروك انك مجرم وجايين يقبضوا عليك. انا بجي لعندك هلا. لا ما في داعي ما بدنا نكلفك يا يزن. ممكن تنجلط يعني. لا يا روحي ما في شيء نحن بنبعث لك الدورية وبيدقوا بيسلموا عليك ما في شيء يعني انت منك مجرم انت جاي تعمل دور معنا لك يا ابني فهمت؟ طيب ايه ما بقدر انا اجي؟ لك يا حبيبي ليش تتلف؟ لا نحن نحن بنجيبك لعنا وبنتفق معك ليكون بدك مصاري يا يزن. قل لي لشوف ليكون انت عم تدور مصاري. لا شو مصاري؟ انا انه اشتغل مع حضرتك يعني اكبر شرف الي هذا. تسلم يا روحي تسلم. نحن من المخرج نحن من الضباط المعروفين بالبلد. بس بدنا نحلق لك شعرك معلش مضطرين معلش مشان الدور مشان الشخصية. انتم ما بتآمنوا هيك يعني لما بتكون الشخصية بتلزم انه تحلق لها بدك تحلق فبدك تحلق على الواحد يا يزن. يا عمو ما بقدر. لك شو عمو هيدي؟ شو يا عمو؟ يا استاذ يا استاذ ما فيني انا احلق هلا شعري لانه انا عم بعمل مسرحية. عم تعمل مسرحية؟ وشو عم تعمل بالمسرحية يعني؟ بعدين المسرحية أهم ولا خدمة الوطن لك يا يزن؟ هون دورك أهم، دورك فعال، دورك تخدم الوطن، دورك تخدم ولاد بلدك وتحمي بلدك لك يا ابني. شو عم تقارن لي والله مسرحية بخدمة وطن؟ عيب عليك يا يزن. بعدين تخلي صوتك وحاجة تقول استاذ مدري عمو مات المقدم بكره والله بس يجي اللواء تقول له عمو بتبهدلنا والله. حاضر. بتحلق شعرك عندك مشكلة؟ بدك تحلق شعرك على الواحد وبدك تتعود. هلا بدنا نعمل لك بروفا بما انه بكره اللواء جاي فبدنا نعمل لك البروفا على التليفون. بتخلي صوتك لشوف قول انا المجند يزن لشوف قول لشوف خلينا نجربها. انا المجند يزن. لا تخن صوتك انا المجند يزن. لا تخن صوتك قول بصوت اقوى. بدي حس انك بتخدم الوطن. المجند يزن. شو هالصوت الناعم اللي كاد لك يا يزن بدك تبهدلنا هنا؟ شو هالصوت الناعم هذا؟ علي صوتك المجند يزن. شو هذا؟ قوي صوتك يا يزن قوي صوتك تخنه قول انا المجند يزن. يا سيد المقدم يعني انا هيك طبيعه صوتي. يا حبيبي بدك تمثل. طيب يعني تصور هلك جايك دور واحد كبير بالعمر او واحد مثلا حمش بدك تعمل دوره لك يا يزن ما بيصير لك يا حبيبي يا روحي ما بيصير. بعدين اذا ما عجبنا اداك يا يزن وفضحت القصه بتعرف شو بيصير فيك. حزين لشوف شو بيصير فيك. بنستضيفك عنا على طول يا يزن وحتى لو كنت وحيد رح تخدم البلد يا يزن. فعليلي صوتك وخليك قد حالك وقوي من شخصيتك واعطيني كل اللي عندك. يلا قول انا المجند يزن. يلا نشوف. صارح ساعد قم كيف نشوف. الو يزن. يزن حبيبي الله يرضى عليك ما شاء الله بلشت تلبس الشخصية طبعت شوي عن الموبايل. الو يا يزن
وقت استعد استريح زئير زئير ازقر شو سيدي والله ما فهمت عليك شو قلت؟ ازقر زئير مثل الاسد لك يا ابني. هي بالدوره بيعملوها عنا بس انت ما بتعرفها. زئير مثل الاسد. حاضر. يلا نعم. زئير الو زئير ولك هذا يا ابني هذا مو زئير، هذا كلب جعاري ما يعوين. سيدي يعني والله ما عم بفهم عليك سيدي، يعني انا هي اول مره بعمل بروفا على التليفون. يلا استريح. هي استريح يا ابني، هي ما فيها صوت. خبط على الارض. شو اعمل سيدي؟ خبط على الارض لما اقول لك استريح تعمل استريح، تخبط على الارض. استعد كمان تخبط. يلا هات لشوف. ماشي سيدي. يلا استعد استريح. شو هي قالت يا ابني؟ انت كذاب والله يا زين، شكلك انت كذاب، منك ممثل هني. يا سيدي والله العظيم بس في سجاد على الارض يا سيدي، قد ما خبطت ما بيطلع الصوت. طيب يا زين بدنا اياك تحكي شوي ساحلي، لانه هو حيدر هذا العنصر هو من الساحل من اللاذقية، بقى بيطلع معك تحكي ساحلي ولا لا؟ لكن سيدي يلا قل لي اشوف كيفك يا زين، شو اخبارك؟ قاقي لي شوي. منيح انا منيح. لا اله الا الله يا زين، خليك معي لشوف خليك. سيدي صاحبي مو مثل يعني الساعه ضايعه. مثل ضايع قلت لي. الو يا علي، شكلت الدورية؟ خلص ما في داعي للدورية. لا ده طلع خيخة، ما خرجوا شيء، ما خرجوا شيء ابدا. في عنا دور تاني. دور شو؟ دور واحد بياكله بيزبط معه. يلا حبيبي مع السلامة مع السلامة. يا ياسن. سيدي هلك ياسن بدي اسألك سؤال، خليك صريح معي. تفضل سيدي. مو انت اللي بعت لي رقمك وقايل لي انه شو اسمه وانتم متفقين علي، ولا انت عن جد يا زن وبتمثل؟ سيدي ما عم بفهم عليك. ما عم تفهم علي؟ يعني ما انت اللي بعت لي رقمك؟ كيف بدي ابعث لك رقم سيدي؟ كيف بدك تبعت لي رقمك؟ يعني هن صادق يا يزن، ما تكذب ايام فضيله يا يزن، ما تكذب يا حبيبي، ايام فضيله. يا سيدي وحياة هالايام الفضيله لو انا عندي واسطه لكن يعني على القليله كل رمضان شفتني بست سبع مسلسلات، بس انا يعني ما عندي واسطه وما حدا عم يدعمني. حندعمك يا ابني، انا مني انا المقدم، رح ادعمك دعم هلك غير شكل. طيب خليني اقول لك يا يزن، اول شيء يعطيك العافيه، ما شاء الله عليك انت يعني تصلح لكل شيء غير لانك تكون تمثل دور ضابط. رح اقول لك انه انا معك يا نجار، ونحن 32 الف شخص مآمنين فيك، وانت يا يزن عن جد ممثل وبتستاهل انك تكون من النجوم الكبيره. صفقه شباب. برافو ياسون، برافو حبيبي، برافو الله يعطيك العافيه حبيبي يا يزن. بربك مو انت اللي بعت لي رقمك؟ يزن انت يمان تبع ايه يمان تبع ايه يا الله لك انا كثير بحبك حبيبي يزون، لك احلى يزون. بربك ما انت بتفق